حبيت النهارده اطلع بالتيشيرت الاسود علشان يوم الجمعه الظاهر ان اي حد عايز يقصف جبهه الزملكاويه فيه بيبقى اليوم ده مره قاضيه ومره نهايه الكاس، والنهارده امام عاشور. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي وسلم على الاشرف فيا وفيك، وما تنساش الدعاء لاخواتنا الموجودين في فلسطين، في السودان، في اليمن. ربنا ينصرهم على العدو اللي عندهم عن قريب ان شاء الله، عاجل غير اجل. والنهارده كان في حلقه قصف جبهات في رامز، وهي الحلقه بتاعت احمد حسام ميدو وامام عاشور، اللي امام عاشور كسر تماثيل كبيره جدا عند الزملكاويه، واظهر ان احمد حسام ميدو ما هو الا واحد بيطلع علشان يضحك على عقول اخواننا الزملكاويه بكلام ما حصلش. اول حاجه حصلت كده ان احمد حسام ميدو لما اتسال على موضوع تهكير الاكونت بتاعه والكلام اللي بيتقال عليه، قال لك ان الاكونت اتهكر مره واحده بس، انما باقي المرات اللي انا بقول فيها ان الاكونت اتهكر ما بيبقاش اي تهكير ولا حاجه. يعني الكلام اللي بيتكتب من احمد حسام ميدو فعلا على تويتر، الكلام اللي بيتكتب ما هو الا لسان حال فعلا احمد حسام ميدو. ادي اول نقطه للاحراج لميدو على الهوا. تاني نقطه بقى للاحراج لميدو، وهي انه اتسال من رامز هل امام عاشور اتواصل معاك علشان يرجع نادي الزمالك؟ احمد حسام ميدو قال له اه، وده فعلا اللي احمد حسام ميدو قاله قبل ما يطلع امام عاشور من ميتلاند الدنماركي على النادي الاهلي بشكل رسمي. لكن لما الموضوع بقى مباشر بقى ما بين امام عاشور ورامز وميدو، اتسال امام عاشور هو انت تواصلت مع احمد حسام ميدو علشان ترجع من جديد لنادي الزمالك؟ امام عاشور نفى الكلام ده تماما وقال لك لا، ما حصلش اي حاجه من الكلام ده احمد حسام ميدو هو اللي كلمني. وامام عاشور ما بطلش قصف جبهات على كده. ده رامز ساله هو انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ هو قال له انا اهلاوي، بس انا بالنسبه لي الكلام ده ما يخشش في ذمتي بنكله، انا ما يهمنيش امام اهلاوي امام زملكاوي، ده ما يخصنيش خالص. انا اللي يخصني ان اللاعب اللي بيلعب جوه النادي الاهلي بيطلع كل نقطه عرق موجوده عنده علشان خاطر النادي الاهلي وعلشان خاطر جمهور النادي الاهلي، حتى لو اللاعب ده زملكاوي. فسواء امام عاشور اهلاوي زملكاوي، انا مش هصغر مخي للحته دي. وده اللي هياخدنا للموضوع الثاني من الحلقه، وهو عمرو الجنايني. عمرو الجنايني كان في استضافه كده واتسال شويه اسئله، من ضمنها هل امام عاشور اهلاوي ولا زملكاوي؟ الراجل رد بتلقائيه عاديه تماما، هو حاليا اللاعب بيلعب جوه النادي الاهلي، لكن هو بطبيعه الحال هو لاعب زملكاوي. واسترسل في كلامه طبعا وقال لك اللي يشوف فرحه امام بالاهداف علشان خاطر الفلوس ما شافش الفرحه بتاعته جوه غرفه نادي الزمالك او غرفه خلع الملابس بتاعت نادي الزمالك، وهو فرحان مع نادي الزمالك وبيحب نادي الزمالك. طبعا الكلام ده اشاره للشتيمه اللي شتمها قبل كده امام عاشور للنادي الاهلي وهو في الناشئين، واللي على اثرها اتوقف 12 مباراه. تعالى كده نفصص التصريح ده واحده واحده كده. هو انت مبدئيا بتتكلم على فرحه امام عاشور بالاهداف، طب خلينا نتكلم معاك كده شويه. مبدئيا كده امام عاشور لما احرز الهدف الاولاني فيك في نهائي الكاس، وكان واقف متوتر جدا ومش عارف الحكم هيحسب الهدف ده هدف صحيح ولا هو هدف اوفسايد. شفت التوتر اللي كان على وش اللاعب ده؟ رقم واحد. رقم اتنين، بعد ما الحكم اتم واحتسب الهدف بتاع النادي الاهلي او الهدف بتاع امام عاشور هدف صحيح، امام عاشور راح واحتفل مع جماهير الاهلي. يعني ما عملش اعتبار ان هو كان بيلعب مثلا في الزمالك قبل كده او انه احرز هدف في ناديه السابق، لا هو راح واحتفل مع الجمهور عادي جدا ومفيش اي مشاكل. ادي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، لما الاهلي كان بيلعب في نهائي السوبر المصري مع نادي فيوتشر، نادي فيوتشر احرز هدف التعادل في الدقائق الاخيره واصبحت النتيجه 2-2. شفت وش امام عاشور وقتها كان عامل ازاي؟ كان متضايق جدا وزعلان. دي النقطة اللي انا بتكلم فيها، ان انت بتفرح لفرحتي وبتزعل لزعلي، وده اللي يهمني في اللاعب اللي بيلعب جوه نادية، ان هو بيطلع كل نقطة عرق موجودة عنده وما بيبخلش عليها على النادي او جمهوره. تعالى بقى للجزء الثاني من التصريح، لما عمرو الجنايني قال لك ان انتوا ما شفتوش امام عاشور وهو فرحان مع نادي الزمالك جوه غرف خلع الملابس، في اشارة لموضوع الشتيمة اللي شتمها امام عاشور للاهلي. هو انت كعقلية او كراجل مسؤول بتتكلم عن اللاعب وبتقيس حبه لنادي فلان او نادي علان بما انه شتم النادي المنافس؟ هي دي عقلية؟ هو انتوا فعلا اللي كنتوا ماسكين الكرة في مصر؟ هو انتوا فعلا المسؤولين عن الكرة في مصر؟ هو انت بتتكلم في حاجة زي دي ازاي؟ ازاي تقيس حب لاعب او تقدر ان هو مشجع لنادي او منتمي لنادي بناء على شتمته في النادي المنافس؟ على كده بقى، بما ان عمرو الجنايني بيؤيد زملكاوية امام عاشور علشان هو شتم الاهلي، فكده بابا المجال في الشغلانه دي كلها هو شيكابالا.
لان شيكابالا بيشتم ويرزع ومحدش بيقول له انت بتعمل ايه، ولا حد بيعاقبه ولا بيوقفه. وكذلك الامر هو تمثال عجوه موجود عند الزملكاويه. شفتوا عقليه الناس اللي كانت ماسكه الكره في مصر؟ انا كنت معترض اعتراض شديد جدا على تولي عمرو الجنايني رئاسه اللجنه الخماسيه للاتحاد المصري لكره القدم، لان هو مشهور بانتمائه الشديد جدا والهجومي جدا على اي منافس لنادي الزمالك، لان هو شايف نفسه مشجع درجه ثالثه وبيتعامل من غير ما يخبي الانتماء بتاعه لنادي الزمالك. هي دي الشخصيه اللي ما ينفعش ان هي تكون مسؤوله اي مسؤوليه تماما في اداره الكوره اللي موجوده جوه مصر. عموما لو انت من الابطال اللي وصلوا معانا لحد اخر الفيديو، ما تنساش تشترك في القناه بتاعتنا وتفعل زر الجرس عشان تابعنا في كل جديد جاي، واخبطنا اللايك المتين كده عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. ونشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.